السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تعرض تقرير مبيعات بتاعك بالشكل ده، بشكل ان يكون الشهر بالايقونة دي كده، لما احب استعلم عنه ادوس عليها كده يديني مبيعات شهر يناير، ونفس الموضوع عن شهر فبراير يديني تقرير بتاع شهر فبراير. ازاي اقدر اعمل الكلام ده؟ تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هندخل على شيت فاضي خالص كده، وهنيجي هنا على شهر يناير. انا عايز اجيب تقرير المبيعات بتاع شهر يناير، فهدخل هنا على قائمة insert. تمام. وادخل على text واختار object. هيفتح لي شاشة زي كده، اختار هنا create from file، وهقول له انا عايز الشيت اللي هو شهر يناير، واقول له اوكي. هقول له انا عايزه يبقى display as icon بالايقونه بتاعته كده. ممكن اختار شكل تاني غير الايكون، فانا هختار مثلا الشكل ده كده وهقول له اوكي. هلاقيه نزل لي هنا على شهر يناير. نفس الموضوع بالنسبه لشهر فبراير، هعمل كده، ادخل على تكست اوبجكت create from file، اختار مبيعات شهر فبراير واقول له insert display icon، واختار مثلا اختار الايقونه دي مفيش مشكله، وهجيبها كده بالشكل ده. نفس الموضوع عن شهر مايس. الفكرة يا جماعة ان كمان ان انت ممكن تجيب اي فايل تاني، يعني مش شرط اكسل بس او وورد او باوربوينت. لو انت حابب تجيب اي فايل عايز تعرضه بقى في التقرير بتاعك. وزي ما هنشوف دلوقتي برضو هنختار فايل وورد. هنمسك كده ده شهر مارس كده. لو جيت هنا فتحت كده مثلا، فتحت الشيت ده، لو دوست عليها كده هيفتح لي الشيت بتاعي. لو جيت هنا كده، ده شهر فبراير اهو، وده شهر مارس. تمام كده. ممكن برضو هنا الملاحظات دي هضيف هنا لو عايز اضيف ملاحظات او حاجة، وهعمل اوبجكت هنا كده. هاجي هنا على create from a file، اعمل ملحوظات اهي واقول له اوكي. برضو display ايقونة هقول له اوكي بالشكل ده. في ملحوظات انت عايز ترفقها مع التقرير مثلا، لو جيت هنا كده فتحتها، ملحوظات هامة على التقارير بالشكل ده كده. ممكن برضو تضيف في اي فايل بقى، باوربوينت، اكسل، وورد، صورة بالشكل ده. الميزة في الموضوع دوت ان انت ممكن تبعت التقرير كده على الميل من غير ما تبعت الفايلات التانية. يعني ممكن تبعت التقرير كده على الميل، وهو لما يجي يدخل هيدخل عليها من غير ما انت تبعت، يعني من غير ما انت تبعت التقارير مفصلة. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.